جارنا، تشوف في فيلم، تشوف عم، خال، أحد يعني أحد من أقاربك كبير يدخن، يتخيل لك إنه فيه شعور، فأنت تحاول تجرب هذا الشعور. فكلمة يعني لكل المدخنين: انتبه، صدقني وتأكد إنه لما تطيح ما راح أنت تتألم فقط، في ناس كثير راح تتألم حواليك. ولا تعتقد إنه إذا أنت دخنت إنك أنت راح تأذي نفسك فقط، أنت راح تأذي نفسك وراح تأذي اللي حواليك، وبشكل أنت ما تتصوره. نومك يختلف، مزاجك يختلف، جلستك مع الناس وأخذك وكلامك وأسلوبك وتعاملك مع العالم كلها تختلف، كلها بسبب التدخين. وفي الأخير هذاني أنا شباب وكنت آكل بصل وثوم وجرجير وأحاول أني أكون رياضي قد ما أقدر وأمشي وأتحرك وفي الآخر وقعت. فلا تعتقد أبدا أبدا أنه أنت لما تدخن بتقدر تفك نفسك من الآثار الجانبية حقة الدخان إلا بطريقة واحدة: أنك تترك الدخان. طبعا إذا بدأت في الكيماوي، العلاج الكيماوي هي عبارة عن مجموعة مغذيات تعتقد أنها بسيطة، لكن مع الوقت بعد كذا يوم تبدأ تحس بتغيرات داخل جسمك، عسر في الهضم، أحيانا سرعة في ضربات القلب. يعني لو مثلا تمشي مسافة 10 خطوات وترجع تحس كأنك رحت جري 10 كيلو ورجعت. التنفس عندك يتغير، صداع، ألم في الأسنان، ألم في العظام، ألم في المفاصل، ألم في العضلات. تصير أحيانا يعني أي ضغطة على جسمك تأثر عليك بشكل مو طبيعي، ألم في الظهر، النوم يختلف عندك ويصير كثير، نفسيا من جوا أنت ما أنت مرتاح، يعني تحس بتقلبات ما تدري وش اللي فيك. من آثار برضو الكيماوي تساقط الشعر وتغير شكلك. يعني أنا بنتي بتطالع فيني، أو أذكر قبل أشهر بسيطة كانت بنتي تطالع فيني تقول: أبوي أنا أبغى زيك دقن. فكنت أقول لها: إن شاء الله يطلع لك دقن. الحين تسألني تقول: بابا وين دقنك؟ إذا كانت السيجارة هذه فيها من الأسفلت، فيها مادة التار، وتدخنها أنت أكثر صلابة من الأسفلت، ما تتوقع في يوم من الأيام أبدا أنه بيضرك. أنا أتحدى لما يكون الأسفلت رطب لسه جديد، أتحدى أحد يجي يشم البخار اللي طالع من الأسفلت، ما تقدر تشمه، لا من حرارة ولا من الأذية اللي راح تلاقيها في الرئة بسبب الدخان هذا اللي طالع. فكيف أنت تروح تدخن؟ وبكل أمانة لما جاني الخبر أكثر ما فكرت فيه عيالي. ليه؟ هم أكثر من فكرت فيه، أكثر من شلت همه. والله العظيم ما نزلت دمعتي إلا يوم فكرت في عيالي. إذا شفت مدخن أتحسر عليه، لأنه هو قاعد يستمتع وفي نفس الوقت في شيء مخبى له ما يدري وش هو. الشيء المخبى هذا أنا شفته الآن. أكذب عليك إذا كنت أقول لك إني ما أستمتع، لكن نسمع الناس تقول تراه متعة زائفة، تراه مدري إيش. الكلام اللي أنا أقوله الحين هذا كنت أسمع من قبل وكنت أضحك داخليا، كنت من جوا أضحك، أقول لو يعرف غير المدخن وش فيه لذة في التدخين كان دخن. الحين بانت الحقائق فعلا. المراهقين أنا أقول لهم: عمر التدخين ما كان رجولة، عمر التدخين ما طلع لك شنب زيادة. أنا تدخين طيح شنبي طيح دقني. بعد ما تخلص السيجارة فك القطنة والحسها إذا تقدر، فك القطنة حقت السيجارة والحسها إذا تقدر. اللي في القطنة ترى كله دخل داخلك، اللي في القطنة كله دخل داخلك، فهل أنت متقبل أو لا؟ وترى السيجارة هذه من ثمك طلعت أنت يا مدخن، يعني أنت اللي دخنتها، ما باك تروح تاخذ سيجارة، أي سيجارة أخذتها ثاني، أبيك نفس السيجارة اللي خلصت